كبيرة قوي بالعمة الصعيدي وبالشومة هريدي. جايب لكم النهاردة اخبار جنوب الصعيد الدنوبي من الدنوب، وانت عارفين الدنوب عند روسيا، ويطلع على جمه ويجينا بالاخبار في العش ولا طار. اي والله طار. من هو اللي طار؟ اسمع يا انشطار. يروي هاشم البحراني عن علي عليه السلام انه ركب السحاب فدارت به 7 أرضين. مدينة المعاجز الجزء الاول 542 بالصفحة والجزء يا ابوي. سامعين ولا ما سامعينش؟ الصوت واضح يا ابوي ولا ما واضح شيء؟ الصوت واضح ولا ما واضح شيء؟ الحمد لله. وان جماعة يزيد بن معاوية اتوا الى علي بن الحسين ليقتلوه، فوجدوه فين بقى؟ ركب السحاب. مدينة المعاجز الجزء الرابع صفحة 256. اسمع رافض، روح اقروا يا ناس. يقول المجلسي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ركب السحاب فطار. عرفتوا ليه في العش ولا طار؟ طب فين الكتاب يا عبد الجبار؟ بحار الانوار 39 على 138 و148 تفسير الفرات. ويروى الطباطباني اللي يطبطب ان الله سخر لعلي السحاب فكان يسير في الارض شرقا وغربا. طب الحمد لله مش شمالا وجنوبا، كان خربت يا ابوي، عايزين سحاب متلج من روسيا من عند الدنوب. وده فين الكلام ده؟ عندك يا صعيدي يا ابوي؟ لا ما عنديش شيء، ده في تفسير الميزان للطباطباني الجزء 13 صفحة 372 والرابط دهزة. طيب في حاجة بقى عليكم، وخلي بالكم من المعاجز الطبية والاخبار المستوية. خلي بالك عماية وصحصح ودانك، وربنا يعافيك من اللي جاي ولا يبتليك. اوعك من المصريين، احترس من مصر وناسها واكلها ولباسها، احترس يا ابوي. شفت اهو عن ابي الحسن الرضا قال: سمعته يقول وذكر مصر قال النبي صاد ما نعرفوه شيء، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فانه يعمل ايه بقى؟ فانه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة. الظاهر الجماعة كتروا قوم الطين اللي عندنا في مصر وكلوه واحنا صدرناه لهم، فطلع عندهم المتعة. الكلام ده فين يا صعيدي؟ هتفتري على الناس؟ لا، في كتاب مشهور الكافي يا ابوي، الكافي خير شر يا ريته كفانه، الجزء السادس وصفحة 386. يا جماعة ما حدش يخش الحمام كتير، لا هتنزل له البواسير. يقول عن ابي الحسن الرضا قال ايه؟ واياك ان تدمنه فان ادمانه يورث السل. ادمان ايه يا ابويا كافي؟ الكافي الجزء السادس 497 يقول لك اياك تدمن الحمام. اوعى يا ولد. طب ولو استعملت السواق في الحمام؟ لا ما تستعملوش في الحمام. ليه؟ هيورث مرض الاسنان. ازاي؟ يورث وباء الاسنان. من لا يحضره الفقيه الجزء الاول صفحة 53. اكل الجزر والعياذ بالله، احترس يا ابوي. اكل الجزر لا ده حلو ده. اكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم استغفر الله ما استحى اقول يا ابوي. حكاها الكليني عن ابي عبد الله في الكافي الجزء السادس، يقول يسخن الكليتين ويقيم ويعين على الجماع. هذا من اكل الجزر. طيب اوعى تشرب المية بالليل. ليه؟ هتتبول على روحك. لا ده يا ابوي عايزينك الماء الاصفر. عن ابي عبد الله قال: وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الاصفر. الكافي الجزء السادس 383. اسمع والله حاجات غريبة عجيبة. مين يعرف اسماء الله الحسنى؟ من يعرف اسماء الله الحسنى؟ 99. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انما يقول في الكافي ومن لا يحضره الفقيه ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل، كل دول يقولون ان رمضان من اسماء الله الحسنى. وحد الله يا يدع، وحد. ايوه
طب ده من اسماء الله الحسنى رمضان وشوال وشعبان، قال لك لا رمضان بس. طيب وبعدين يا ابوي؟ قال لك اسم من اسماء الله. ايه ايه ممدودة هاء من اسماء الله الحسنى، فمن قال فقد استغاث بالله. والله انا اعتقد ان العلامة والحبر الفهامة شعبان بن عبد الرحيم هقول لهم طب وايه؟ ماشية كويسة مالها؟ انت هتختار يا صعيدي؟ جبت الكلام ده منين يا صعيدي؟ من قال فاستغاث بالله؟ بحار الانوار، التوحيد للصدوق، تفسير نور التقاليد للحويزي، نور البراهين لنعمة الله الجزائري، مستدرك الوسائل، معاني الاخبار للصدوق، كله بالصفحة. عبد الحليم ده هيخش الجنة حاس، ده هيستغيث بالله بس جنة مين؟ جنة الروافد. فين دي؟ في سقر، فرع سقر. يعني اسماء عجيبة للملك. كفاية ولا عطاول ولا ايه؟ حد يديني اذن يا ابوي اكمل ولا كفاية؟ كفاية؟ اللي عايزين كفاية اكتبوا لي 3 وانا اكمل. طول الله يسامحكم، هتتحفونا بكرمكم. طيب اسماء عجيبة للملائكة. الملائكة احنا عارفينهم، جبريل، ميكائيل، الله، يعني كل الناس عارفة الملائكة. لا بس انتوا ما تعرفوش بعض الملائكة. خد عندكم فطرس. مين؟ فطرس. بطرس مين؟ لا ما تقولش بطرس، ده هناك عند النصارى، احنا عندنا فطرس. ما تفرقش كتير. وده طبعا ده ايه معروفة قصة فطرس. طيب مين الملك بتاع المجاري؟ استغفر الله العظيم، انت هتخرف يا صعيدي؟ لا ما اخرفش، انا جيبها من مصادر يا ابوي. يقول لك ايه؟ خرقائيل. طب مين خرقائيل ده؟ بيقول لك له 18,000 جناح، بين الجناح للجناح 500 عام. جبتها منين يا صعيدي دي؟ طلعت قوية؟ ما فيش حاجة قوية. في كتاب البرهان الجزء الثاني صفحة 327. طيب شفت الملك الجديد اسمه ايه؟ اسمه منصور. اي والله. انا دم خفيف ايه؟ ده انا اقرا في كلام من عند الشعاشيع يبقى ما دمش خفيف كيف؟ والله ملك اسمه منصور. وذا قال به احمد بن عدوية. يا ولا منصور كان يقول عدوية هكذا. لا، ويقول في الكافي يقول هناك ملك اسمه منصور لا يزال يزور قبر الحسين، الجزء الرابع 583. اما المهدي يا جماعة، اول علامات ظهور المهدي انه سيظهر عريانا امام قرص الشمس بلبوص، وهذا في حق اليقين لمحمد الباقر المجلسي 347. ولاحظة حاجة مهمة لازم اقول عشان خطأ النقل، بلبوص دي من عندي، انما عريانا موجودة. يا جماعة معاكم مايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامبو السوداني احسن من بريطاني. جامبو عيدكم مبارك. اليوم عندي العيد عيدين، عيد الفطر وعيد اني اليوم استحميت عقبال عندكم.